احد التحديات اللي بتواجهنا في العلاقات هي الحدود. في العلاقات دي سواء كانت علاقة يعني علاقتنا بنفسنا او علاقتنا باهلنا او علاقتنا بازواجنا او ولادنا او علاقتنا باصحابنا او علاقتنا بزمايلنا في الشغل، المهم ان العلاقات بيكون في دايما كده تحدي عند ناس كتير قوي في وضع الحدود. الكتاب ده كتاب باوندريز، كتاب فرق معايا جدا جدا لما ابتديت كده اتعلمه واختار هطبق منه ايه في علاقاتي. فرق معايا جدا، وهشارك معاكم النهارده 3 حاجات طبقتها. انا طبقت اكتر من كده منه، بس هشارك معاكم 3 حاجات ساعدوني فعلا انمي علاقاتي بان انا ابتدي احط حدود. اول اكشن طبقتها من كتاب باوندريز كانت في علاقتي بنفسي، وان انا ابتديت احط حدود مع نفسي. تخيلوا بحط حدود في ايه؟ احيانا بتبقى نفسي عايزه تخلص الشغل والاقي خلاص بقى ان انا ايه ده، طب خلاص خلينا نكمل ما ناخدش بريك، خلينا نكمل ما ناخدش وقت راحه، خلينا نكمل ونخلص بعد ميعاد الشغل، خلينا نكمل. فابتديت احط مع حدود مع نفسي واقول لا ايمان، احنا محتاجين ناخد بريك، محتاجين ناخد راحه، محتاجين ناخد راحه. ممكن نفرد جسمنا، ممكن نعمل شويه ستريتشنج، ممكن نشرب حاجه ونصلي وبعدين نرجع نكمل. او احيانا بتكون الحدود ان انا محتاجه اقول لنفسي لا يا ايمان، احنا ممكن ارتحنا شويه ومثلا بطلنا التمرين يوم او خلال الاجازه، بس لما نرجع من الاجازه مش هنبطل التمرين، احنا هنرجع تاني للتمرين. احد الحاجات المهمه جدا ان احنا نعملها ان احنا نتعلم نحط حدود مع نفسنا عشان نبقى نسخه افضل من نفسنا. تاني اكشن طبقتها من كتاب باوندريز كانت بقى اكشن لها دعوه بالعلاقات. احد الحاجات اللي كان الكتاب بيقولها سؤال كده جوهري ومحوري، وكان بيقول عارفين سؤال وجودي كده: do you say yes to avoid troubles؟ يعني هل بتقول عشان بس تتجنب المشاكل؟ وقفت مع نفسي كده وسألتني ايمان، اخبار بتاعتك ايه؟ بتوافقي على ايه عشان تتجنبي مشاكل؟ وياه كتبت لسه طويله. وابتديت بقى اطبق الكتاب ان انا اسال نفسي قبل ما اقول ايوه، هل انا فعلا عايزه اقول الايوه ولا انا بقول ايوه عشان اتجنب المشاكل؟ لقيت حاجات كتيره قوي، مناسبات اجتماعيه انا مش عايزه اروحها لانها مش مناسبه للتوقيت بتاعها، مش مناسبني، او المسافه طويله قوي بتتعب لي ظهري، او مثلا مجموعه الناس انا مش عايزه اقابلهم، ماليش فيهم قوي. ولقيت ان انا كل الحاجات دي كنت بقول عليها yes to avoid troubles، عشان ما تقعدش بقى الناس تقول لي ليه، ومحتاجه ادي اعذار، ومحتاجه ان انا اعتذر لهم، ومحتاجه ازعلهم، وبعدين هيتقمصوا، وبعدين هيقولوا، وبعدين اتعرض للضغط. من بعد ما قريت الكتاب بقيت احط ده في التطبيق واقول لنفسي ايمان، احنا هنقول لما نكون عايزين نقول وهنقول لا لما نكون عايزين نقول لا، ونقول لا بطريقه حلوه ما تجرحش الناس وما تكسرش بخاطرهم، بس في نفس الوقت هنحط حدود. ثالث خطوه طبقتها من كتاب باوندريز، من كام يوم كنت في اسكندريه وكنت شايله شنطه سفر، ماسكه شنطه سفر بتتجر كده، وشايله شنطه تانية زي بتاعه شوبينج كده، وشايله اكياس في ايدي. وبعدين واحده من الناس اللي كانت معانا في المجموعه اللي انا مسافره معاها قالت لي ايمان هاتي شيل منك، وانا قلت لها لا شكرا. قالت لي لا بجد هاتي. وبعدين وقفت كده وافتكرت كتاب باوندريز وقلت لها شكرا، وقمت مديالها فعلا حاجات تشيلها. وافتكرت ان الكتاب ازاي كان بيقول ان احد الباوندريز اللي احنا محتاج نعملها ان احنا نوافق ان احنا نقول يس، نوافق ان احنا ناخد مساعده. وان كتير مننا بيقع في فخ ان هو بيرفض ياخد مساعده من الناس، فالناس تيجي تعرض عليك مساعده وتقول لك اوصلك او اساعدك او اعمل لك الحاجه الفلانيه او اشيل معاك او اجي اساعدك في البيت، وانت تقول له لا 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 شكرا. والكتاب قال تعالى نحط باوندريز مع نفسنا في ان احنا ما نفضلش نضغط على نفسنا ونتخيل ان احنا هنعمل كل حاجه في الكون، ونبتدي نوافق ناخد مساعده من الناس اللي بتقدمها لنا. ففي عيد ميلادي من كام يوم كان حد جاي بيساعدني من ولاد اخواتي، ودخل المطبخ وابتدى يقف على الحوض ويشطب، وانا قلت يس، خلينا في علاقاتنا نبتدي نقبل ان الناس تساعدنا، ونبطل نقول لا واحنا عايزين نقول ونبطل نقول واحنا عايزين نقول لا.